ملامحها اتغيرت 180 درجة ورجعت لوزنها الزايد أكتر من الأول، والجمهور بيقول أكيد حامل ومخبية. هنادي مهنا صدمت الكل في آخر ظهور ليها من كواليس مسلسلها الجديد. يا ترى إيه حقيقة حملها؟ وهل فعلا مخبية علشان خايفة من الحسد؟ تعالوا نقول لكم الحكاية. في الساعات اللي فاتت اتصدر اسم هنادي مهنا كل الترندات، وده بعد انتشار صورة ليها من كواليس مسلسلها الجديد عتبات البهجة، واللي المفروض هتشارك بيه في سيزون رمضان 2024. الصورة نشرتها على حسابها الخاص في انستجرام، وعلقت عليها وقالت حلم أصبح حقيقة، فلة بتجيب حقها من الدنيا بطريقتها حتى لو ما عجبهاش الناس، كنوع من أنواع الدعاية والفرحة إنها بتمثل مع يحيى الفخراني. لكن الجمهور ساب كل ده وركز في حاجة تانية خالص، وهو إن هنادي شكلها وملامحها متغيرين 180 درجة. الكل كان عارف في وقت من الأوقات إن هنادي كانت بتعاني من الوزن الزايد، على الرغم من كده ده ما كانش عائق ليها، وكانت متألقة في كل الأدوار، والجمهور كان بيقول ليها طلة خاصة بيها. لكن على الرغم من كده هي ما كانتش راضية عن نفسها، وحطت في دماغها إنها لازم تخس وتوصل للوزن المثالي كمان، وبالفعل قدرت في خلال شهور قليلة إنها توصل للوزن المثالي. الكل وقتها كان مصدوم من شكلها، وبقت هنادي أيقونة في التحفيز لناس كتير عايزة تخس، وده لأنه شكلها اتغير تماما وبان عليها سنها، وبقت تعرف تاخد مساحات أدوار كتير لايقة عليها أكتر من الأول. وفضلت لوقت كبير محافظة على الإنجاز ده، وكانت دايما تطلع تقول إنها عانت من التنمر بسبب زيادتها للوزن، وقالت في تصريحات سابقة كانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس علشانهم هما، مش علشان نفسي وشكلي، فكنت بنهار وبعيط من التنمر عليا ومن الاكتئاب، ومن كتر التنمر والتريقة على شكلي كنت باكل أكتر، لكن بعد كده قررت أخس. لكن الجمهور لاحظ في صورها الأخيرة في كواليس العمل إنها رجعت تخنت من تاني، وده اللي كانوا مخليهم مستغربين إزاي وزنها زايد بالشكل ده. وعلشان كده انتشرت أخبار على السوشيال ميديا وقالوا إن هنادي حامل في طفلها الأول من أحمد خالد صالح، لكنها مخبية الموضوع على الكل علشان خايفة من الحسد، خاصة إنه أول طفل ليهم. وفي ناس تانية بقى كانت شايفة إن هنادي شكلها ما اتغيرش، وجايز تكون ده مطلوب من الشخصية، وكل الناس عادي بيجيلها وقت بتخس وترجع تاني. وقالوا حتى لو كانت حامل مش من حق أي حد يتدخل في خصوصيتها وحياتها الشخصية. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين هنادي فعلا هتطلع حامل ولا الموضوع زيادة وزن مش أكتر؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصل لكم كل جديد من موقع صوت الملايين.